تخيل نفسك واقف على شط كبير ملوش نهاية. الرملة تحت رجلك وأمواج المحيط الهادي بتلعب قدام عينك. النهاردة هنتكلم عن المحيط الأكبر والأعمق على سطح الأرض، بابا المحيطات وعم أشقية الكوكب. بنتكلم عن المحيط الهادي، عالم تاني مختلف تحت المية، مليان بالأسرار والمفاجآت. بنتكلم عن جزر لسه محدش اكتشفها، وأعماق محدش شافها قبل كده، كأنك في عالم مختلف تماما. يلا بينا نغوص سوا في أعماق المحيط الهادي ونشوف إيه مستنينا، ونعرف بالمرة ليه اسمه هادي على الرغم إنه مش هادي خالص. المحيط الهادي هو أكبر محيط على كوكب الأرض، وده لأن مساحته حوالي 165 مليون كيلو متر مربع، بيغطي أكتر من تلت سطح الكرة الأرضية. يعني تقريبا مساحة المحيط الهادي بتغطي حجم كل القارات مع بعض، وده اللي بيخلي أغلب رحلات الطيران تتجنب الطيران فوق المحيط الهادي، وده لأنه آخر مكان تتمنى يحصلك فيه مشكلة. المساحة الضخمة اللي ملهاش آخر، ده غير الجو الصعب والعواصف الرعدية اللي صعب تتنبأ بيها. وتخيل كل ده واسمه المحيط الهادي، أمال لو كان شقي شوية كان عمل فينا إيه؟ وبمناسبة اسم المحيط الهادي، اللي سماه بالاسم ده هو المستكشف البرتغالي فرديناندو ماجلان خلال رحلته سنة 1521، لما لقى إن البحر هادي وجميل. الظاهر كان طالع في يوم شم النسيم والدنيا كانت رايقة. والمحيط الهادي هو أكتر المحيطات عمقا، بمتوسط عمق حوالي 4000 متر. مش بس كده، ده موجود فيه خندق ماريانا، وده مش بس أعمق منطقة في المحيط، لأ ده أعمق حاجة على سطح الكوكب كله، واللي بيوصل عمقه تقريبا ل 11 كيلو متر. يعني لو جبنا جبل إيفرست وحطيناه في خندق ماريانا مش هيظهر على سطح المية أصلا. وفي سنة 1960 غطست غواصة الأعماق تريست في خندق ماريانا، وده كان أكبر عمق يوصله الإنسان في التاريخ. والخندق معروف بكائناته الغريبة اللي مفيش زيها في أي حتة تانية، وده لأن الكائنات دي بتعيش تحت ضغط كبير جدا وفي ضلمة كاملة. وسبحان الله ده اللي بيخلي العلماء يقولوا إننا نعرف عن سطح القمر أكتر من اللي نعرفه عن المحيطات. والمحيط الهادي أكتر مكان بيحصل فيه زلازل وبراكين، خصوصا منطقة حزام النار، ودي اللي بتحوط المحيط كله من غرب الأمريكتين لشرق آسيا وأستراليا. بسبب الزلازل والحركة المستمرة دي، ظهرت أبحاث بتقول إن المحيط الهادي مساحته بتقل سنويا حوالي 320 متر. صحيح العين فلقت الحجر. وده في نفس الوقت اللي المحيط الأطلنطي تاني أكبر محيطات العالم، واللي مساحته بتوصل لأكتر من 106 مليون كيلو متر مربع، بيزيد سنويا بحوالي 4 سنتي. والمحيط الهادي فيه أكبر بركان في العالم، وهو بركان ماونا لوا في هاواي، يا رب أكون نطقت اسمه صح. ولو قسنا طول البركان ده من أول قاع المحيط لحد قمته، طوله هيتجاوز 9000 متر، يعني هيبقى أعلى من قمة إيفرست. مش عارف ليه قمة إيفرست محطوط عليها في الحلقة دي. وأكيد في محيط بالمساحة الضخمة دي هتلاقي آلاف من الجزر، كتير منهم مش عليه سكان ومحدش اكتشفهم لسه. وفي منهم طبعا اللي معروف زي جزر هاواي، واحدة من أشهر الوجهات السياحية في العالم، والمعروفة بشواطئها الجميلة والنشاط البركاني اللي فيها. وبتتكون من أكتر من جزيرة، منهم جزيرة أواهو، ودي الجزيرة الأكثر كثافة سكانية ومكان العاصمة هونولولو، وجزيرة ماوي، وجزيرة كاواي. وطبعا السكان هناك بيعتمدوا على السياحة وصيد السمك، وعندهم عاداتهم وتقاليدهم القديمة اللي بيحتفظوا بيها، غير أساطيرهم الكتير اللي موجودة زي بالي، ودي المفروض الإلهة اللي بتحكم البراكين واللي بتحمي الجزيرة واللي بتتسبب في ثوران البركان عشان تطهر الأرض وتجددها. وطبعا ما ينفعش نتكلم عن المحيط الهادي من غير ما نتكلم عن الكائنات البحرية العجيبة اللي عايشة فيه، زي مثلا الجوست شارك، ودي واحدة من أغرب الكائنات العجيبة اللي بتعيش في أعماق المحيط الهادي، وبتتميز بجمجمتها الشفافة، وده بيخليها تبان وكأنها شبح بيعوم في المية. غير الجمبري المضيء أو اللامع واللي بيعيش في أعماق المحيط، بيقدر باستخدام المواد الكيميائية اللي موجودة في جسمه ينور، وده بيخليه يجذب الفريسة بتاعته ويتواصل مع نفس النوع اللي زيه. ده غير أسماك الديفل ري واللي بتعرف باسم أسماك الشيطان، وبتتميز بزعانفها الطويلة اللي شبه الأجنحة، ودي بتساعدها إنها تتحرك أسرع في أعماق المحيط. وده غير قنديل البحر العملاق واللي بيوصل طوله لكذا متر. وفي كمان الأنجلر فيش، ودي سمكة معروفة بالزايدة الضوئية اللي فوق دماغها عشان تجذب بيها الفريسة، وبقها الكبير اللي مليان سنان حادة، وشكلها هيبقى معروف جدا لأي حد لعب لعبة فرينزي فيش. وكمان في الأخطبوطات الضخمة واللي معروفة بحجمها الكبير وقدرتها الكبيرة على التلون والتخفي بين الصخور والشعب المرجانية. وغيرهم كتير وكتير من الكائنات الجميلة والغريبة اللي بتعيش في المحيط، واللي كل سنة العلماء بيكتشفوا كائنات جديدة ما كناش نعرف عنها حاجة. وفي الختام، المحيط الهادي يعتبر آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى، وكنز من الأسرار والعجائب اللي تستحق الاكتشاف، سواء كنت بتحب المغامرة أو تتعرف على ثقافات الشعوب المختلفة. رأيك يهمنا.
قولي في التعليقات ايه اكتر حاجة عجبتك في المحيط الهادي، وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان تعرف معلومات اكتر. تشوف باقي الفيديوهات هتعجبك ان شاء الله. سلام.